انت عبيطه فريد اتجننتي؟ ازاي تعملي كده؟ ايه ده هي لابسه كده ليه؟ فرح دلوقتي. انت فين؟ سيلي ياسين متغير من ساعه موضوع موبايل. حاسس انها ندل جدا. ازاي؟ سمعة البيئة اهم. ايه يا ياسين انت هتقعد تقلق فيا ليه؟ ده لو شاف الحاجات دي قبل الفرح اكيد هيتجنن. اللي خد الموبايل ما خدش صور عليه مثلا. انا مش فاهمه هو بيفكر في ايه. انا عمري اصلا ما احط حاجه من دي على موبايلي خالص. اي حد ممكن يعمل اللي عملته ده. راجل في مستشفى بين الحياه والموت. بشرب من دمه ابن الكلب اللي عمل كده. الله 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 عامله لي فيها محمد. شباب رجعنا لكم تاني وفقره عز الشباب سينما. النهارده هيكون معانا فيلم 7 ايام. الحقيقه الفيلم انا شخصيا عاجبني جدا. هنرحب بضيوفنا النهارده استاذ باسم فؤاد مخرج الفيلم وممثل فيه برضه، واستاذ كريم محمد المونتير والمخرج المساعد في الفيلم وممثل فيه برضه. ازيكم اخباركم ايه؟ ازيكم يا شباب. باسم خليني ابدا معاك الاول وعايزك تدينا يعني زي ملخص كده عن فكره الفيلم نفسها. بيتكلم عن ايه؟ هو فكره الفيلم اجتماعي قوي، ان في بنات بتحط حاجات شخصيه على الموبايل بتاعها، اللابتوب، الايباد، اي حاجه خاصه بيها، فممكن في وقت من الاوقات ما تلاقيش الحاجه دي معاها، انها تتسرق او تضيع او يعني ما تبقاش معاها باي شكل من الاشكال. ايه الحل ساعتها او ايه المنظر ساعتها؟ ان لو حد وقعت في ايده الصور دي، ولو ان هو حد مش سوي يعني وقعت في ايده واستغلها استغلال سيء. فهي دي فكره الفيلم، ان هو 7 دايز اللي هم 7 ايام قبل فرح البطل والبطل هم هيتجوزوا خلاص. الموبايل بيضيع، فبيبتدي ان هو يعني الصور بقى موبايل البطل اللي هي بالظبط، اللي هي زهرة رامي، هي مذيعه برضو. وبتبتدي بقى الموضوع الاحداث تتوالى. بيبقى متردد شويه ان هو يكمل معاها ولا ممكن الصور دي تنتشر فيبقى هو منظره ساعتها. وبيجي قبل الفرح بيومين 3 تقريبا بيلاقي ان الصور فعلا موجوده على الفيسبوك. طبعا مفيش حاجه بتستخبى في مصر يعني. فبيبتدي بقى ان هو بيسيبها والموضوع بيترد له في اقرب حد ليه تقريبا. طيب كريم، دي قصه حقيقيه ولا قصه من يعني متالفه؟ لا قصه حقيقيه. انا حاسس ان انا شفت حاجه حسيت عارف انت تحسها من القصص اللي بتوجع اللي هي يعني شكلها ايه ده. طيب كريم، انا عايز اسالك انتوا امتى بداتوا تجهيز الفيلم واختيار القصه وكتابتها والتصوير كل حاجه يعني؟ والله هو اللي ابتدى الموضوع كله او ابتدى الفكره فجاه كان هو باسم. هي فكرته اصلا فجأة لقيته بيقول لي أنا كتبت فيلم. لأن هو دايما يعني أنا وباسم في شغلنا كله مع بعض بنحاول إن إحنا نجيب حاجة من الواقع. يعني إحنا يعني غير الفيلم إحنا عاملين برامج كلها برضو من الواقع، فهو كان الفيلم حاجة حصلت فباسم جسد على إنها فيلم حصلت معانا. انت شرير يا باسم. باسم شرير جدا. تمام. فده حقيقي حصلت مع ناس معينه، فاحنا خدنا الموضوع بس طبعا غيرنا فيه غيرنا فيه شويه صغيرين، بس هو ده فعلا حصل في الواقع يعني. تمام. التجهيزات كانت عامله ازاي يعني كلوكيشن كمواقع تصوير؟ يعني هل الموضوع بالنسبه للشباب بتعمل فيلم يعني اكيد انت اول حاجه بتشوف المتاح عشان الفلوس؟ ده حقيقي. فقول لي التجهيزات كانت عامله ازاي؟ صورت فين؟ ايه الاماكن اللي عملت التجهيزات كانت متعبه جدا. متعبه فوق ما حد ممكن يتخيل في الدنيا يعني احنا حتى في الافلام نشتغل افلام كبيره ما تبقاش بالطريقه دي، لان احنا هنا بنعتمد على اللي موجود ونشوف اللي مش موجود. فكان بالنسبه لنا احنا نصور في شارع، وانت عارف طبعا القلق الفتره دي، فانك تصور في شارع وتطلع كاميرا ومايكات في الشارع دي كانت قصه. صورنا في كافيهات، صورنا في بيوت، وصورنا مثلا حوالي ناس مرحبه بالفكره يعني. ناس وانت لما تروح كافيه وتقول له انا عايز اجي اعمل عندك الكلام ده، بيبقوا مطمنين ولا بيحسوا انك بتعمل حاجه لا غريبه؟ هو اهم حاجه عنه هتدفع كام. بالظبط، دي اهم حاجه. هتدفع كام؟ مش هتدفع مش هتصور، ومش مشكله بقى انت بتعمل ايه. ما عندوش مشكله، المهم انت تدفع كام، ده اهم حاجه عنده. بس احنا طبعا اتبهدلنا شويه، بس الحمد لله طلع بالشكل اللي احنا كنا عايزينه. بس انت صورت، انت مثلت في الفيلم برضو صح؟ طب ما تكلمنا عن دورك شويه اللي قمت بيه في الفيلم. تمام. هو دور البطل الندل يعني برضه انت قلت شرير من الاول ما حدش صدقني. بالظبط. لا هو مش شرير، بس هو في الاخر بيجسد شخصيه الراجل الشرقي. مش بيعمم الموضوع، لكن هو في الاخر البطل شاف ان هي خطيبته محجبه في الفيلم. تمام. فلقى ان صورها نزلت ليها صور خاصه جدا وهي مع اصحابها على البيتش. طبعا في الحاجات اللي بيبقى فيها بنات بس هي بتبقى واخده حريتها تماما. فبتبتدي الصور بيلاقيها بتنزل، يعني هو كراجل شرقي وده محامي جدا بالظبط. يعني هو كان فكرته كله في الفيلم ازاي همشي معاها في الشارع. تمام. والناس شايفت صورها، طب هيقولوا عليها ايه وهيقولوا عليا ايه. بيبتدي في 2 معاه، يعني في اخوه بالظبط، اخوه اللي هو كريم
بيبتدي هو طبعا عارف البنت وعارف اهلها انها بنت ناس وبنت يعني بنت كويسه جدا ما فيش خلاف عليها، فبيبتدي يقول لا ولازم تبقى معاها ومعلش والموضوع هيعدي ومش هيحصل حاجه. في بقى الشخصيه الثانيه الشريره بقى فعلا اللي هو اسلام زكي، هو ملحن ومطرب وموزع وبقى ممثل معانا في الفيلم بس شرير برضه يعني كلكم شرير ما شاء الله اشرار. بيبتدي بقى يعني بيسخنوا لا يا معلم يعني افرض انت ماشي في الشارع وحد شاف هيقول لك ايه، وتبتدي بقى تتخانق ولادها هيقولوا ايه ولادك هيقولوا ايه. فبيجي بقى في اخر الفيلم ما بيلاقيش حل قدامه بعد ما بيشوف صورها فعلا غير انه يتخلى عنها. اكيد يعني الشغل يعني انت المفروض انت المخرج وفي نفس الوقت انت الممثل، وعاده المخرج مع التصوير او مع مدير التصوير بيبقى عايز يبقى جنبه عشان يشوف بالزبط الدنيا ماشيه ازاي، فانت ازاي بتبقى قدام الكاميرا وورا الكاميرا في نفس الوقت؟ لا هي الفكره بقى معانا هنا شويه ان انا معايا مخرج شاطر شويه، يعني هو كريم طبعا معايا فانا بقدر اعتمد عليه في الحاجات. يعني طبعا هو بيجي يصور شوت بيقول لي طب تعالى شوف ده صورناه كده ممكن نعدل فيه شويه، طب ناخده من زاويه ثانيه، فيعني بعتمد عليه فعلا في شغلي سواء في تصوير الافلام او في تصوير الشو اللي احنا عاملينه قبل كده، اعتماد تام لان خلاص بقيت يعني بقى لنا دلوقتي سنتين او اكتر شغالين مع بعض، فبقى الموضوع خلاص فيه يعني مطمنين لبعض. هو بيصور وانا كريم انت كنت مساعد مخرج ومخرج مساعد قصدي ومونتير ومدير تصوير وانت برضو اساسا ملحن ده مش لا مش ده اللي ملحن اسلام ملحن انا مش ملحن. اسلام مش ملحن؟ تمام. هو انا هو الدنيا بس يمكن عشان انا وباسم يعني فعلا بقى لنا سنتين شغالين مع بعض بالظبط، وانا اساسا مخرج. انت عملت حاجات كتير في الموضوع شويه لان هو الموضوع لان احنا دايما بنحب ان انا وباسم نبقى يعني احنا اتنين بس في الاخر بنلعب وان مان شو. احنا معانا معدات الكاميرات معانا كل حاجه واحنا بنشتغل. هو انا اساسا مش مدير تصوير بس انا اساسا مخرج، فطبعا بالنسبه لي الكاميرا دي حاجه عاديه جدا بالظبط. فصورنا وساعات باسم بيجي يصور لان باسم برضه دخل في الموضوع وشاف الكاميرا، فبالنسبه له موضوع الكاميرا ده حاجه سهله جدا. تمام. يعني شوطات مثلا انا اللي اكون فيها طالع لوحدي باسم اللي بيصور. تمام. وكذلك ليه يعني لما تيجوا يعني عايز اقول ليه انت وانتوا شغالين في المجال اصلا بتعملوا مشروع بالشكل ده او فيلم بالشكل ده، يعني فيلم بامكانياتكم انتوا بعيدا عنك ما تخشوا تبقى جزء مثلا من مشروع او فيلم انت شغال فيه فتقول طب ايه رايكم نعمل الفكره دي ونطبقها؟ ليه انتوا عايزين تعملوها ليكم انتوا؟ قول اي حاجه. طب في معانا الميكنج، طب كلمنا عن الميكنج عشان الموضوع ده. لا الميكنج كان متعب جدا. مشكله الميكنج لان احنا صورنا في خلال تقريبا حوالي اسبوع، يعني هو تقريبا 7 ايام بتوع الفيلم هم 7 ايام بنصورنا فيهم. بالظبط. فكنا بنصور تقريبا من الساعه يعني 10 الصبح لحد الساعه تقريبا 12 او 2 بالليل. تمام. دي بقى خناقات المخرجين مع بعض، ما هي دي برضه مشكله يعني. ما انت اصل انت كمان اصل انت بقيت انت مش بس مخرج ده انت ممثل، فانت المفروض انت من ناحيه تحت ايده ومن ناحيه فوق. لا مش كده السيناريو، هو بس يعني قعدنا انا وباسم مع بعض بس في المعالجه، لكن هو السيناريو كله متظبط هو باسم اللي عامله يعني. بس هو فعلا كان متعب جدا واللي هو بيتكلم عليه موضوع ان احنا بنعمل حاجه على جنب، يعني احنا شغالين اوريدي في الميديا اصلا بالزبط. لان هو بسهوله محدش هيرضى يعمل اللي احنا عايزين نعمله بالظبط. وده كان برضو كان سبب مشاكل زمان لما جينا نعمل اول برنامج لينا. الحمد لله احنا بنعمل دلوقتي الحلقه الحاجه و30 على النت، برضو ما حدش كان موافق يشتريه لان هو ليه دماغ معينه، هم مش عايزين الكلام ده، هم عايزين حاجه معينه تجاريه، فلا خلاص احنا بنعملها بمجهودنا. تمام بالظبط. بتديك متعه مختلفه يا باسم انك تعمل حاجتك انت بقى؟ انا اصلا يعني بعيدا عن المجال ده اصلا مهندس معماري لكن انا حابب المجال وشغال يعني مذيع وفي المجال ده من 2009 تقريبا لحد دلوقتي. فابتديت ان انا بقى عايز اعمل حاجه بدماغي، في ناس كانت عايزه تشتري البرنامج ومبالغ كبيره جدا بس عايز دماغ معينه، اقول له في حلقه عن كذا لا. وطبعا دلوقتي احنا المفروض بقى فيه جرأة شويه وبقى فيه نناقش المواضيع بكل حاجه فالمفروض فلقيت ان الموضوع صعب شويه، قلت خلاص انا هنتج البرنامج وهصرف عليه وهنزله على اليوتيوب، والحمد لله لغايه دلوقتي عاملين حوالي 750,000 او داخلين في العدد ده. مهرجانات برضو مهرجان كان، هل انت شايف ان فيلم يعني انت حسب كلامكم عملتوا ميزانيه تقريبا محدوده او على قدها وكل واحد يعمل حاجه، فدلوقتي انتوا هل شايف ان الفيلم يقدر يشارك في مهرجان زي كان بالامكانيات اللي انتوا طلعتوا بيها؟ يعني كوجهه نظريه طبعا
طبعا وانت برضه يعني هي الفكره بيبقى القصه برضو اهم قوي من يعني طبعا التصوير مهم جدا والصوت مهم جدا الكواليتي بتاعتهم، بس اعتقد ان هم الفكره هي اللي بتشد الناس قوي، يعني ان نناقش حاجه يعني مين مننا ما يعرفش، اي حد ممكن بيبقى حاطط الحاجات دي على موبايله بالظبط. ومش متوقع انه ما يبقاش معاه يعني. ما هو ده اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو او المرحله اللي احنا فيها هي مرحله ان الفكره هي اللي بتكسب، الفكره هي اللي بتجيب بالظبط. المشاهده هي اللي هتخلي الناس تروح عليها، يعني بخلاف بقى انت دافع فيها انتاجها قد ايه، مش هي دي المشكله، الفكره مهما كانت بسيطه هتطلع. بس عايز اعرف برضو دفعتوا فيها قد ايه، او يعني الموضوع وقف عليك وقف عليك ازاي؟ بالظبط تكلفه يعني بص هو تقريبا بالايجار بتاع الاماكن او بالكاميرات بالاضاءه بالصوت تصوير، طبعا كل الكاست بتاع الفيلم مفيش حد واخد فلوس الا لما احنا بنقدر نبيع الفيلم، لكن كل الحاجات دي تقريبا داخله في حوالي يعني فرنج من 30 ل 40 الف تقريبا. ما شاء الله. وقعدتوا قد ايه بقى، يعني المده قد ايه اللي تحتاج؟ المده 7 ايام بنصور فيه 7 ايام وكان تجهيز قبله مثلا اسبوعين، بنجهز وهنجيب ايه وهنصور بايه، مين الكاست اللي هيبقى معانا، ودخلنا والحمد لله ربنا وفقنا. بس يعني اهم حاجه بقى ياخد جايزه او حاجه في مهرجان، ده هو ده اللي بيحسسنا ان التعب اللي تعبناه جيب نتيجه في الاخر. ايه اكتر حاجه شفطت منك الفلوس؟ اكتر حاجه الكاميرات طبعا. كاميرات كاميرات نوعها ايه؟ كاميرات والصوت، كاميرات 5 دي يعني ما بجيبش كاميرات سينما لان بس ال 5 دي لان انا بحتاج كذا كاميرا وبصور من كذا زاويه، فطبعا بحتاج كاميرات كتير. تمام. ده كده تقريبا 30000 جنيه هم راحوا الكاميرات كلها، فلوس كاميرات كلها؟ لا الكاميرات، الصوت، الاضاءه، كل حاجه، الايجار بتاع الاماكن، وفي اماكن يعني الناس كانت ايه يعني بس مش كتير بصراحه، هو مكان واحد تقريبا اللي الناس يعني عشان صاحب المكان اعرفه فهو قال لي يعني لا صور، وكان عمل لي سبورت جامد جدا يعني. تمام. طب كريم ممكن تكلمنا عن اكتر مشهد بقى كان صعب وخد منكم وقت تصوير كتير؟ انت عارف ايه هو عارف اني مشهد هو مشهد تقول انت شويه القلم كل حاجه تقول لي اساله قول انت. لا هو ده المشهد اصلا انا وهو من قبل ما نصور واحنا متفقين ده لازم يتصور على وان شوت، وده الوحيد اللي اتصور بالظبط تقريبا حوالي 15 مره عشان يطلع باللي كان المشهد القلم. تمام. كان هو المفروض ان هي زهره رامي هتضرب باسم بالقلم، فطبعا دي مشكله لان باسم اصلا ما بيحبش حد يهزر معاه اصلا، فان حد يتضرب بالقلم دي قصه بالنسبه له، فهو قال لي تتاخد وان شوت وما نعيدش كتير عشان ده بالنسبه له، فكل شويه ما يصحش وبتاع بقى الشوطه مش حلوه عمالين بنعيد، الشوطه مش حلوه عمالين بنعيد تاني، بنعيد تالت، بنعيد رابع، بنعيد خامس، مفيش لحد في الاخر خالص ما هي غلطه عمرها، فجت تديله بالقلم من هنا فلبس يعني واجب جد بقى. ساعتها او باسم يعني فعلا دي اثبت فيها جدارته في التمثيل، ان هو يعني اتنرفز بس خلاه نرفزت الموقف، وبعد ما خلص ومشي ابتدى بقى يعني طلع بقى. احكي لي طيب، عايز اعرف الكاست اللي اشتغل معاك، يعني انت قلت مثلا اسلام كان اول مره بيمثل، تمام. بقيه الناس انا كان معايا في الفيلم، كان الشغل معاهم في 7 ايام عامل ازاي؟ لا بص يعني في الاخر الموضوع كله الناس مش واخده اجر مقابل اللي هي بتعمله، فهو الناس حابه الموضوع جدا، حابه انها تمثل، حابه انها تشارك في قصه زي دي. كلهم اول مره ولا في تقريبا كله اول مره. كله اول مره. فابتدينا ان احنا بنعمل الموضوع، احنا حابين الموضوع جدا، اصحاب في بعض، فالموضوع شغال معانا كويس. كان معايا كريم طبعا وطالع اخويا في الفيلم، اسلام زكي طالع صاحبي، زهر رامي البطله اللي قدامي في الفيلم، في مروه نجاتي دي المفروض انها صاحبه البطله، في هاجر الابياري دي اختي في الفيلم، مازن الجمال، مازن طالع في دور شاب يعني مدمن شويه، ان هو خلاص يعني في سكه الادمان، فللاسف هو اللي لقى الموبايل، فطبعا لان تفكيره كله سيء يعني، فخد الموبايل ونزل الصور على النت، لان هو شاف ان ليها صور وهي محجبه وليها صور لا، فيعني انت محجبه وعامله الصور دي، فهو توقع ان البنت دي مش كويسه، فابتدى ان هو عايز يفضحها، فطبعا نزل الصور على النت وحصل اللي حصل يعني. هو ده برضو ده اكتر مشهد، المشهد ده الوحيد اللي كان صعب بالنسبه لك ولا كان في مشاهد ثانيه اتعالجت كتير؟ لا في مشاهد طبعا كتير يعني، المشهد اللي هو كان في مشهدين بيتصوروا ورا بعض، اللي هو مشهد سرقه التليفون ومشهد بعد كده هم قاعدين في الكافيه. المشهد ده اتصور تقريبا خد يوم كامل، لان احنا كنا بنصور في المهندسين في جامعه الدول، بعد كان احداث حصلت، فكميه بقى الامن المركزي والشرطه اللي كانت واقفه دي كانت غير طبيعيه، واحنا قاعدين بنصور وكاميرا وشايفين عربيات وشايفين مايكات وشايفين ناس خارجه وداخله وحاجات قد كده، فقال لك بس الناس دي ما فيش شغال كده مع نفسك. تمام. لا هو التصريح ما حدش، الموضوع اتغير شويه بقى دلوقتي، مش حد مصر طوال. لا اصل هو خلي بالك ان التصريح برضو يعني ليه حدود، انت برضو بتصور بكاميرا 5 دي، فهي تعتبر كاميرا فوتوغرافيا ما حدش بيبص بيقول لك عليها بالظبط، لكن لما تيجي تصور بقى بكاميرا كبيره وتلاقي كرو اضاءه
وبتاع، بس هنا تمام، بتبقى الدنيا لازم تصريح. يعني هي صور بس اللي هيطلع ايه بقى بالظبط. انتوا قلتوا باسم ان القصه حقيقيه، تمام، وبما انها حقيقيه وانت عارف انها حقيقيه فهي مش بعيده. فهل مثلا يعني لو كانت في اطارك حد جه يكلمك في الموضوع، حصل حوارات او انك قلت مثلا طب نشوف اصحاب الناس ممكن نعمل الفكره دي ولا لا؟ يعني حاولت تاخدها من ناحيه الحته دي ولا كانت عملت؟ لا، هو الموضوع حصل معايا فعلا بس مش بشكل كامل. يعني في الاخر هو ده خيال المؤلف اللي حصل في الاخر. هو حصل ان الموبايل ضاع بس هو في الاخر الحمد لله رجع. يعني انا تخيلت لو ان هو ما كانش رجع فايه المواقف اللي كانت هتحصل. فرتبت كده الاحداث للناحيه الاسوأ طبعا، لان انا هو الفيلم فيه منه مسجين 2 بس، اللي هو ان انا بقول للناس البنات ما ينفعش انت تحطي حاجه برايفت قوي على موبايلك مهما كان موبايلك ده انت بتسيبوش من ايدك حتى. الحاجه الثانيه كما تدين تدان، لان هو البطل في الفيلم في الاخر انتهى بيه المطاف ان هو قال لها انا مش هينفع اكمل معاكي وما يشرفنيش انك تكوني ام لاولادي. طبعا هو شايفها كده. فبيبتدي الموضوع بيحصل مع اخته. يعني هو بيحصل مع اخته طبعا بس ما بنحكيش بقى الموضوع طالما يعني بمجرد موبايلها ضاع. تخيلوا بقى ايه اللي ممكن يحصل. فهو ده الفرق. يعني انتوا ايه الجديد بتاعكم اللي بتجهزوه دلوقتي؟ الجديد دلوقتي في فيلم داخلين قريب بنحضر له. يعني هو طبعا مش نفس الكرو بس هو الكرو الاساسي انا وباسم برضو. لسه بنشوف مين معانا تاني. يعني مش هينفع انا القصه بتاعته شويه قوي. قصه اجتماعيه برضو ولا الى حد ما برضه بتتكلم على شخصيات المجتمع. يعني واخدين الخط بتاع الافلام الاجتماعيه المؤثره في الناس اللي هو الفيلم برضه يعني حكايه بسيطه كده عنه او نبذه عنه، اللي هو الفيلم اسمه الكمين، عن ضابط شرطه من ايام النظام القديم وفاسد شويه. ففي اخر الفيلم هو بيبتدي يظلم الناس شويه في الفيلم، وفي اخر الفيلم بيبقى عبره لاي حد فاسد ممكن. تمام، شكرا لكم جدا باسم فؤاد مخرج فيلم 7 ايام، كنت سعيد معاك وجودك معانا. استاذ كريم محمد المخرج المساعد، سعيد معاك وجودك معانا. شكرا ليك. شباب هنطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل فقراتنا في الشباب، خليكم معانا.